يسعد مساكم بالخير والعافية. اليوم راح نبلش شرح الدرس الثالث من سلسلة دروس الفوتوشوب. اليوم راح أشرح تحويل الصورة إلى رسمة تنطي إيحاء أنه مرسومة بقلم الرصاص مثلا. أتمنى يكون الدرس واضح، ولا أنا متأكدة الدرس كلش سهل طبعا، بس ننتبه على الخطوات. راح أفتح الصورة بهالشكل هذا. مثل ما تعودنا قلنا من نريد أضعف الصورة، إما أسحبها بهالشكل هذا وإما أدوس كنترول جي. نضاعف الصور قلنا حتى نحافظ على الأصلية، حتى أي فلتر أي عملية تقوم بالفوتوشوب احنا نحافظ على الأصلية تظل مثل ما هي، وأي إضافات محطوطة اللاير السبير اللي احنا حطيناها واشتغلنا عليها كل خطواتنا بالفوتوشوب، إذا كانت فلاتر ولا تلاعب بالصورة ولا أي شيء أو أي تأثيرات دخلت عليها ما راح تتأثر الصورة الأصلية. هنا ضاعفنا الصورة بهالشكل هذا. أروح هنا أختار هيو ساتوريشن، أروح على الساتوريشن أختار ناقص 100 بهالشكل هذا. بعدين أروح على اللاير اللي أنا دا أشتغل عليها، أروح على البلند مود أختار الكالر داج، هيك تصير الصورة بهالشكل هذا. بعدين أدوس كنترول اي. بعدين أروح على الفلتر بلر غازيان بلر. الدرس جدا سهل والآلية جدا بسيطة، ومثل ما قلت دائما هي بمتناول الأيدي. يعني شوفوا سويتوا إيحاء، سويتوا حركة بالصورة. لا دائما نجيب الصورة اللي ناخذها نجيبها نلطشها بدون أي شيء. يعني عندك صورتين تريد تحطها هيك يصير مثل ألبوم، مثل أي شيء حلو، صار بيها نكهة، صار بيها حياة. أروح هسه على اختار الليفلز، أروح على المؤشر بهالشكل هذا، شوية أزيد يعني ما أبالغ من السواد، بعدين شوية أخفف من عنده. إذا أريد أخفف هذا السواد والله أنا دا أشوفها حلوة، بس إذا أريد أخفف هذا السواد تروحون على برش هنا تقللون النسب وتاخذون شوية من الأسود، شوية مو هواية. زين بهالشكل هذا. الدرس جدا سهل وجدا بسيط، يمكن 5 خطوات أو 4. زين بس تركزون. طلعت لي الصورة بهالشكل هذا. اي اصور نقطة ايحاء انه مرسومة بقلم رصاص. بعدين دوسوا كنترول شيفت الت اي حتى تختزل الصورة. نختزل الصورة اللي اشتغلناها بحيث من اجي اشوف الفرق بهالشكل هذا. هاي صورتنا الاصلية وهاي الصورة اللي اشتغلنا عليها. اتمنى يكون الدرس جدا سهل، واتمنى يكون ممتع، واتمنى تطبقوه حتى لا تنسون هذه الخطوات، لان خطوات جدا بسيطة. واتمنى نتواصل يوميا وما اقطع بدروسي. اتمنى. في امان الله وحفظه.